السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نغير كده الأكل النهاردة، مش كل يوم طبيخ بقى ومش كل يوم محشي ومكرونة بشاميل وكل الكلام ده. تعالوا بقى كده نغير النهاردة ونعمل أكلة كده تفتح النفس. هنعمل مع بعض سمك مشوي، وهنعمل له خلطة حلوة جدا، وهنعمل سلطة بابا غنوج، وهنعمل سلطة، وهنعمل رز أبيض. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناه ازاي النهارده. مبدئيا كده عندي هنا سمك ماكريل، ببدا ان انا اقص الراس بتاعته. بشوف ناس بتخلي الراس بتاعته، بس بجد الراس بتبقى زفره جدا، فاهم حاجه ان احنا نقصقص كده الزعانف بتاعته ونشيل بقى الراس، ونبدا ان احنا نفتح البطن بتاعته بقى بالشكل ده، وبنبدا ان احنا ننضفه تنظيفه حلوه، علشان هو طبعا بيبقى زفر شويه اللي هو السمك الماكريل. هفتح بقى كده البطن بتاعته ونشيل بقى كل الحاجات اللي بتبقى مش موجوده دي، ونبدا بقى ان احنا نتخلص كده من الحاجات بتاعته في كيسه سودا، ونرميها في الباسكت على طول. وتعالوا بقى هنا علشان خاطر ما نسدش الحوض بتاعنا، بنجيب حته سلكه بلدي زي ما اتعودنا مع بعض على طول، ونبدا ان احنا نحطها كده على عين المصفى او على المصفى، علشان خاطر ان هي ما تتسدش معانا. انا طبعا هنا الفرشه كانت ضايعه، عماله الف عليها، فاستخدم هنا المعلقه، ونبدا بقى ان احنا ننضف السمك بتاعنا بقى بالشكل ده. وطبعا تفضلي تنضفي فيه كده، بيبقى البطن فيها حتت سودا والسلسله بيبقى فيها حتت دم، تبداي ان انت تنضفيها بقى بالشكل ده. وبعدين كده خلاص بقى نضفتهم كلهم بالشكل ده نضيف اهو ما شاء الله. هنبدا بقى ان احنا نركنه على جنب. وتعالوا بقى شوفوا السلكه لمت كل الفضلات بقى اللي نزلت من السمك، وكده المصفى بتاعتنا ما تسدتش، والحوض بتاعنا نضيف. هي دوب ان احنا هندعكه بدعكه سلك وصابون كده على طول، وهيبقى نضيف معانا تمام. تعالوا بقى كده بقى خلاص السمك بعد ما غسلته حطيت عليه ميه، وهنحط عليه هنا رشه ملح، وهنسيبه كده 10 دقايق على ما نجهز الخلطه او التتبيله بتاعتنا. عندي هنا بقى توم وفلفل احمر، شطه وفلفل اخضر مش حراق شويه. نبدا بقى ان احنا نقطع بقى بالشكل ده، وطبعا هنكتر الكميه هنا بتاع التوم والفلفل علشان خاطر احنا هنحتاجها كمان شويه. نبدا بقى ان احنا نقطعه بقى بالشكل ده. هنضيف هنا بقى كزبره ناشفه وملح طبعا، وهنحط بقى كمان عندك كمون حطي، وحطيت هنا بابريكا، وهنحط كمان هنا كزبرة خضراء او شبت بتاع ده او بقدونس تمام المتوفر. هنبدأ بقى ان احنا نقطعه، وهنطحن بقى كل الكلام ده، وهندق كل الكلام الحلو ده في الهون دلوقتي. وتعالوا بقى نشوف بقية التتبيلة دي احنا هنحتاجها في ايه النهاردة. عشان كده احنا كترناها بالشكل ده. هنجيب بقى هنا بدنجانة، ونبدأ بقى ان احنا نشقها كده بالسكينة، او نعمل لها فتحات بقى بالسكينة تكون قصاد بعضيها كده بقى بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نحشي فيها الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها دي. بجد البدنجان لما تعملوه بالطريقة دي بيبقى طعمه حلو جدا. كان زمان اهالينا زمان كان في يوم الخبيث كانوا يعملوه بقى كده بالطريقة دي، وكانوا يحشوه، كان كمان بقى يحطوا له اللي هي الحطب، العصي اللي هي بنقول عليها الحطب، ويبدأ ان هم يحطوه على البلاطة بتاعت الفرن علشان خاطر لما يستوي ما يتفتحش وما يتهريش. النهارده هنشويه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كده حشيتها بقى، هبدأ ان انا احشيها بقى كلها كده من الجنبين. وبقية التتبيلة بقى كده هاخد واحشي منها السمك بتاعنا بقى بالشكل ده. بجد ان شاء الله جربوا الخلطة دي او التتبيلة دي، طعمها حلو جدا. طبعا انا مش هستخدمها كلها في السمك، هنبقي منها حبة هنركنها على جنب، وهقول لكم ليه كمان شوية. تعالوا بقى نشوف هنشوي ازاي النهارده. كده بقى ولعنا العيون بتاعت البوتاجاز، وجبت كده الجريل بتاعي او الشوايه بتاعتي. واي استفسار في الكومنتات هقول لكم انا جايباها منين. على العين التانية هنحط هنا معلقتين كبار زيت، وهنجيب بقى هنا الردة دي بتشتريها من عند العطار علشان نشوي فيها السمك. بنبدأ بقى ان احنا نغلفه بقى بالردة بقى بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نرصه على الصاجة بتاعتنا. بجد دي الطريقة المفضلة لشوي السمك، لان اصلا المحلات او المطاعم لما بتيجي تشوي السمك بيبقى بيشووه بالطريقة دي. انما الشوي ان احنا نحطه في صينية ونرصه ونحطه تحت الشواية في عين البوتاجاز، في فرن البوتاجاز، يعني السمك بينشف وما بيديكيش الطعم ولا الريحة الحلوة. وبعدين دلوقتي الحمد لله المطابخ كلها بقى متوفر فيها الشفاطات، فما فيش دخان ولا اي حاجة ولا اثر هيبقى موجود عندك في المطبخ او في الشقة. في العين التانية بقى هنا الزيت بتاعنا سخن، بدأت ان انا اجيب بصلاية كبيرة كده، وببدأ ان انا اقطعها بقى قطع تكون لا هي رفيعة خالص ولا هي غليظة خالص بقى بالشكل ده. ونبدأ بقى ان احنا نشوح فيها. وهنا بقى السمك بتاعنا تعرفي ازاي ان هو استوى؟ تيجي تشيليه كده بتلاقيه ان هو اشتعل على طول. لما بتلاقيه ان هو لسه لازق معناه ان هو لسه ما استواش.
كده بقى البصلاية بتاعتنا خدت لون أصفر خفيف كده، باحط بقى هنا الرز، وطبعًا كمية الرز زي ما أنتِ ما حابة، هنبدأ بقى إن إحنا نشوّح فيه، وأنا هنا الرز مش هاعمل له الرز اللي هو البني، إحنا بنعمله كده رز أبيض بيكون طعمه حلو، وعلى العين التانية بقى بابدأ بقى كده إن أنا أقلّب بقى في السمك، وزي ما قُلت لِك تعرفي إزاي إن هو استوى، اللي تيجي تشيليها كده بالشيالة بتلاقيها اشتالت، بتلاقيها إن هي كده استوت، لسه لازقة زي دي بتكون لسه ما استوتش، وبجد ما بياخدش وقت، والسمك بالطريقة دي بيبقى ريحته حلوة جدًا وطعمه حلو جدًا، زي ما قُلت لكم بخلاف اللي إحنا هنعمله في الشواية تحت الشواية في فرن البوتاجاز، فدي أحسن طريقة، والصاجة دي بتكون متوفرة مع الناس في الأسواق، فتقدروا إن أنتم تجيبوها، بعد ما باخلّص باغسلها وأنفضها كده من المَيّة اللي فيها علشان ما تصدّيش، وبنركنها بقى لتاني مرّة، لإني باشوف ناس كتير بتشوي مرّة على مرّة وما بتغسلهاش عشان تقول لك ما تصدّيش، لأ أنا باغسلها وبانفضها كده كويس من المَيّة، وباسيبها بقى تتصفى وتنشف، وباركنها في مكانها لمّا آجي أستخدمها تاني. هنا الرز بقى خلاص بتاعنا بعد ما شوّحته بقى كده شوية، حطيت بقى المَيّة بتاعته، وهنا بقى جِبت البدنجانة لإن كده خلاص خلّصت شوي سمك، مش بيتبقي إلا حبّة بسيطة، هنبدأ إن إحنا نحط البدنجانة بقى بتاعتنا تتشوى بالشكل ده. تعالوا هنا بقى بقية الخلطة اللي إحنا كنا راكنينها على جنب هاعصر عليها عصير نُص ليمونة كبيرة، وهنحط هنا سِنّة خل بسيطة، وهنحط هنا برضه حبّة مَيّة كده بسيطة، ونبدأ بقى إن إحنا نقلّب بقى الكلام ده كلّه مع بعضه، وهنبدأ بقى إن إحنا نسقّي بيها السمك بتاعنا علشان خاطر يبقى طري ويكون طعمه حلو جدًا، بجد جرّبوه بالخلطة دي والله العظيم الريحة كانت تحفة، إن شاء الله جرّبوه في البيت، السمك بيكون أوفر وأنضف وأحسن من الجاهز. هنبدأ بقى إن إحنا نشرّبه بقى التتبيلة بتاعتنا بقى كلّها بقى بالشكل ده، ونركنه بقى على جنب، وتعالوا بقى نشوف أخبار البدنجانة بتاعتنا استوت والّا لأ. كده البدنجانة بتاعتنا بقى طول ما هي بقى على الصاجة بقى بالشكل ده، بابدأ إن أنا أقلّبها بقى يمين وشمال لحد لمّا تستوي خالص، وتتأكدي كده إن هي بتكون استوت علشان خاطر ما تقعيش في الخطأ اللي أنا وقعت فيه النهارده. أنا هنا استعجلت بقى ونزّلتها، فافتكرت إن هي كانت استوت، هي استوت من النُص اللي تحت ومن الحتة اللي فوق دي، ما كانتش مستوية يعني السِوَى إن هي تكون مستوية مهرية خالص. بابدأ بقى إن أنا أقشّرها بقى بالشكل ده، بتتقشّر بكل سهولة، وبجد بيكون طعمها حلو جدًا، بخلاف إن أنتِ تشوي البتنجان بس، لمّا تحطّي له كده الحشوة دي من جوّاه وتبدئي إن أنتِ تشويه معاها، بيدّيكِ طعم أحلى وأحلى. كده بقى هنا علشان البتنجانة ما استوتش خالص، جيت بقى إن أنا هارسها بالشوكة كده ما اتهرستش معايا بكل سهولة، فهاعمل إيه، أنا هاحطها بقى في الكبة كده، وبابدأ إن أنا ألِف عليها لحد لمّا تنعم خالص. هنحط لها بقى هنا بعد ما فرمتها مبهرة، هاحط لها بقى هنا كزبرة، وهاحط بابريكا، وهنحط هنا ملح تاني، وهنحط بقى عصير نُص ليمونة، وهاحط عليهم سِنّة خل بسيطة، وطبعًا بقى هي فيها التوم وفيها البهارات والخلطة اللي إحنا كنا عاملينها بتاع السمك. نبدأ بقى إن إحنا نقلّبها بقى وهي مكانها كده في الكبة، ونبدأ إن إحنا نقدّمها بقى في الطبق بتاعنا على طول، بس لمّا تستنوا عليه البتنجان لمّا يستوي سِوَى كامل على البوتاجاز، مش هتضطروا للخطوة اللي أنا عملتها دي، إن أنتِ تفرميه في الكبة، بيبقى بيتهرس معاكِ بكل سهولة. نبدأ بقى إن إحنا نضبّط بقى الطبق بتاعنا بقى بالشكل ده، ونحط عليه هنا رشة زيت بسيطة كده من على الوش. بجد جرّبوا كده إن أنتم تحشوا البتنجان الخلطة بتاعته وتشووها على عين البوتاجاز، بجد بيبقى له طعم وريحة مختلفة، بخلاف إن إحنا بنشوي البتنجان بس. وتعالوا كده بقى نقدّم الأكل بتاعنا بطريقة شيك. جبت صينية رمضان دي بجد بتدّيكِ كده روح إن أنتِ إيه، جو في رمضان. بابدأ إن أنا أقدّم بقى عليها الأكل بقى بالشكل ده، وطبعًا تبدئي إن أنتِ ترصي الأكل كده بطريقة شيك وتقدّميه بطريقة حلوة، بيلفت نظر أو انتباه الأطفال، فبيعجبهم الشكل وبكده بيشجعوا ياكلوا، لإن معظم الأطفال ما بيحبوش إن هم ياكلوا السمك. وده كده كان السمك بتاعنا، شايفين ما شاء الله مستوي أهو، والقلب بتاعه أبيض، وبجد بالخلطة دي طعمه وريحة حلوة جدًا، إن شاء الله تجربوه. والسمك المشوي بالطريقة دي بيكون أفضل حاجة، وبيكون ريحته مفحفحة كده في البيت كله وفي الشارع كله كمان. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو، وتفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.